عمرك حسيت انك غريب؟ مش غريب بمعنى انك في دولة تانية، لا، غريب بمعنى انك قاعد وسط الناس بس مش حاسس انك منهم. بتضحك لما يضحكوا بس جواك في حاجة مش حقيقية، بتتكلم بس كلامك ملوش صدى صوت يواسيك من جوه، بتحاول تفهمهم بس مش قادر ولا هم قادرين يفهموك. عارف الاحساس ده؟ مش ضعف ولا مشكلة نفسية، ومش دليل انك فاشل في ترتيب حياتك. ده ببساطة دليل انك بدأت تصحى. لما ولدت كنت نسخة خام نقية، بس من أول يوم بدأوا يعلموك إنك لازم تكون شبههم. ما تعيطش العياط ده للناس الضعاف، ما تتكلمش وتظن كتير، اسكت وخليك مؤدب، البس زي زمايلك، ما تتفلسفش، اضحك لما الكل يضحك، خليك طبيعي، خليك عادي. مع الوقت بدأت تحس إنك لازم تمثل إنك مبسوط وأنت مش كده، تمثل إنك مهتم وأنت زهقان أصلا، تمثل إنك مندمج وأنت حاسس إنك لوحدك وسط الزحمة. وكل ما تمثل أكتر بتحس إنك أبعد أكتر وأكتر عن نفسك. بس في لحظة صدق نادرة، بتقف قدام المراية وتسأل نفسك السؤال الصعب: هو أنا مين؟ وليه مش زيهم؟ وأنا تبدأ الرحلة الحقيقية لما تبص للناس وتكتشف إنهم لابسين ماسكات. لا لا لا، ده هنا ماسك الحزين وماسك الاجتماعي وماسك الشخص الناجح وماسك الشخص اللي عارف هو بيعمل إيه، بس هو تحت الماسك نفس الأسئلة، نفس الوحدة، نفس الغربة. بس الفرق انك قررت انك تواجه ده، وهما لا، انت قررت تفضل مختلف والنسخه لا تتكرر، حتى لو ده الناس فكرته غريب، حتى لو محدش فهم دماغك، حتى لو حسيت انك بتتقطع من جواك، لانك عارف ان في نسخه منك حقيقيه مش مصطنعه وانت بتحاول توصل ليها. الاحساس بالغربه ده مش حاجه وحشه، ده دليل انك بدات تبقى صادق مع نفسك، صادق مع اللي بتحسه فعليا، صادق في انك مش هتعيش شبه الناس لمجرد ان ده اسهل. عارف لما تمشي في شارع كل الناس رايحه في اتجاه وانت رايح في اتجاه معاكس، هتلاقي كل الناس بتبص لك وتضحك ويستغربوك، بس السؤال هنا هم رايحين فين وانت رايح فين؟ وعلى فكره الغريب مش دايما غلط، الغريب هو اللي قرر يكون واعي في وسط ناس ماشيه سهتانه. الغريب هو اللي بيسال ليه، هو اللي بيحس بزياده، هو اللي ممكن يتعب من كتر التحليل، بس هو برضه ممكن يغير. فلو حاسس انك غريب فده معناه انك مش نسخه من حد، ويمكن ده يخوفك شويه دلوقتي بس بكره يكون هو سر قوتك. وكان معكم ياسر أزامل من قناه معتز بالفكره.